أجيال الغد هم من يرسمون البهجة في أعيننا، هؤلاء الذين يمنحون ببراءتهم المذهلة القيمة والمعنى لحياة أوطاننا، ويبتسمون في وجه القبح ويتحدون الموت والعدم. والآن مع قصيدة تلقيها عليكم الطفلة الموهوبة مي سامي. أهلا يا غريب، صوتك قريب لكني لا أسمعه بوضوح. لم أعرف كيف، لكن علمت أنه أنت في الطريق، وسمعت دقات قلبك وقلبي من بعيد. لم أعرف لماذا تدق من بعيد وأنا في مكاني دون حراك، جالسة على مقعد من صنعك، أقولها بكل وضوح وأنا على الطريق. ولكن سأعرف الآن، فرأيك في قلبي وقلبي يدق باسمك. أنت أبي الذي لم أعرف كيف أعبر عن نفسي وأقول أي شيء لك، لكن لن يجدي نفعا. أرجو أن تكون هذه لك. أنا أحبك. قالوا كتير وراحوا كتير بس مش هيفيدوا الغير، وقالوا لينا كذب كتير واحنا يا ناس تايهين، وعملنا حاجات كتير بس مش زي غزة وفلسطين. ولا عمرنا هنتهدد بكلمة ولا عمرنا هنموت برصاصة، واحنا ولا تايهين ولا عالمين بالدنيا والمواعيد. نفسي أقول كلمة تفيد وما يتعملش عليها قضايا ولا حواديت، واحنا فينا العقل والزيادة بس الناس تركز زيادة. وأديكوا شفتوا احنا مش تايهين واحنا عملنا عقل جديد. الثورة. قامت الثورة يا مصر من سوء الحسن، لك قامت يا مصر لتحميك من الفساد القاهري، وشهداء الثورة يا مصر ماتوا من أجل تحريرك. بالرصاص والنار يا مصر شهداؤك ماتوا. المتظاهرون حموك يا مصر من الفساد القاهري. قد يكون شعري بسيطا وأنا أحاول أن أعبر عن كل ما في قلبي. إذا سمحت يا مصر أن أقول لك أنت الآن حرة. ننوه أن جميع القصائد التي ألقتها الطفلة مي سليم من تأليف الطفلة نفسها مي سليم.